لو عايزين تاكلوا لفت في رمضان يا دوبك تخللوه دلوقتي. بنقي لفت الحجم الوسط لا كبير قوي ولا صغير قوي، ولازم يكون ناشف جدا علشان يستحمل التخليل وما يتهريش. بحب اقطعه بالقطعه المشرشره عشان بتدي شكل حلو في الاخر، بس طبعا السكينه مش هتقول لا. ولاني دايما بعمل كميه كبيره بتقعد معايا فتره، بحب اقطعه تخين عشان مهما يقعد في التخليل ما يتهريش. بحط اللفت بعد ما اقطعه في مصفى وانزل عليه بكميه مناسبه من الملح واقلبهم في بعض كويس واسيبه ساعتين او ساعه تقريبا لحد ما ينزل ميته. برمي الميه طبعا واشطف اللفت من بواقي الملح وابتدي ان انا اخلله. يستحسن طبعا التخليل يكون في برطمانات ازاز متعقمه. بحط اللفت والعروش الخضراء دي بتبقى حلوه جدا في التخليل، مش برميها. وطبعا شرايح البنجر بس مش كتير علشان في الاخر اللون ما يقفرش مننا. ولو بتحبوا يكون سبايسي يستحسن الفريش، او ممكن تطحنوها وتحطوها في محلول التخليل. وبالنسبه لمحلول التخليل طبعا الميه بيكون مغليه ونسيبها تهدى. المقدار اللي انا بعمله لكل لتر ميه 2.5 كبار ملح، معلقه كبيره سكر، ونص كوبايه من الخل. بتاكد ان المحلول مغطي اللفت لحد الاخر. وطبعا البرطمان لازم يكون محكم الغلق. المخلل تقريبا هيجهز في 5 ايام. ده بيكون شكله اول ما بنعمله، وبعد 3 ايام تقريبا البنجر بيخلي لونه كده. والبرطمان ده انا فتحته بعد شهر تقريبا من التخليل. حبيت اوريكم ان هو ما اتهرش خالص، لانه كنت مقطعه تخين، وكمان كميه الخل كانت مناسبه مش مبالغ فيها. طبعا اللون اتحكموا فيه بكميه البنجر. وبس كده.